بإنتاج ومفيش ملل خالص ان شاء الله خلال العطلة ان احنا نبدأ. اول حاجة الجانب الديني والروحاني، ده اول حاجة لازم نبدأ بيها. كلنا عارفين ان احنا قصرنا كتير جدا خلال الدراسة، فنبدأ مع بعض ناخد خطوة خطوة بالتقرب من الله سبحانه وتعالى. فنبدأ نصلي بهدوء وتمعن، ونبدأ نرجع تاني نقرأ في القرآن ونعمل ورد يومي. وكلنا عارفين ان الأذكار حصن للمسلم، فنبدأ نقرأ أذكارنا صباح ومساء. فدي فرصة اننا نرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى، وفرصة ان احنا نستغل الأجازة كويس، فنعمل لنفسنا ورد قرآني نكون فيه حتى لو كل يوم صفحتين، بس اهم حاجة يبقى لنا ورد قرآني، ونصلي صلواتنا في وقتها. منضيعش وقت، لا، ونستمر على الورد القرآني مع الأذكار. وخلينا نحاول ان احنا مننساش طبعا صلاة الفجر على قد ما نقدر. مع الاستمرار هتلاحظي ان حياتك بتتظبط سبحان الله وحدها كده، لما بتستمر على صلاة الفجر والقيام